مقبرة الغواصين، الثقب الأزرق. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة قصص وحكايات غريبة من حول العالم. في مدينة دهب الموجودة على ساحل البحر الأحمر مكان كثرت عليه الأقاويل والأساطير. المكان ده لقب بأنه هو مقبرة الغواصين، وده نظرا لحوادث الغوص اللي حصلت هناك واللي زاد عددها عن 200 حادثة غوص. رغم كل ده إلا أن مدينة دهب بتعتبر من أهم أماكن الغوص حول العالم، وما ينفعش تكون موجود هناك من غير ما تمر بتجربة الغوص في منطقة البلو هول. وعلشان كده وبحكم شغلي كمدرب غوص أنا جاي النهاردة علشان أكشف لكم اللغز وراء المكان العجيب ده. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير، وخلونا نبدأ فيديو النهاردة. الأكيد هو إن مدينة دهب بتعد بعدد من أهم مواقع الغوص حول العالم، ومن ضمن الأماكن دي كان في مكان بالتحديد كان ليه النصيب الأكثر من الشهرة، وهو البلو هول أو الثقب الأزرق. خليني في البداية أوضح لكم مكان البلو هول بالتفصيل. المكان متواجد على ساحل خليج العقبة على بعد كيلومترات من مدينة دهب الساحلية، وبيقع ضمن محمية أبو جالوم الطبيعية. المكان ده تم اكتشافه من قبل طيارين إسرائيليين في سبعينيات القرن الماضي. المكان من الأعلى بيظهر بكل وضوح حفرة عملاقة بيزيد قطرها عن 80 متر، أما عمق البلو هول فهو بيزيد عن 100 متر تقريبا. وبيفسر العلماء وجود الحفرة العملاقة دي لاصطدام مذنب من آلاف السنين بالمنطقة دي. أما التفسير الثاني هو إن الحفرة دي نتيجة لتآكل الطبقة الجيرية بسبب التيارات المائية على مر السنين، إلا إنها كلها أقاويل غير مؤكدة علميا. أما بقى البلو هول من الداخل فهي مكان كئيب جدا، وبتفتقر لوجود الاسماك والشعاب المرجانيه، وده نظرا لعدم وصول الضوء الكافي للمنطقه دي، على عكس الجهه الخارجيه من الحيد البحري واللي بتحتوي على تنوع بيولوجي وتنوع بحري متميز جدا. ولكن المثير في غطسه البلو هول هو منطقه الارج او القوس، واللي موجوده تحديدا على عمق 55 متر، وهي عباره عن نفق بيعبر بيك للمنطقه الخارجيه من البلو هول. وهنا بيكون الجزء الشيق للغوص في الثقب الازرق، وهو وصول الغواصين التقنيين لمنطقه الارج ثم العبور الى المنطقه الخارجيه. والنوع ده من الغوص بيسمى بالغوص التقني، وفيه الغواص بيكون مؤهل للنزول الى اعماق بتزيد عن 40 متر، اللي هو بيعتبر الحد الاقصى للغوص الترفيهي. المكان اشتهر بحدوث العديد من حوادث الغوص على مر السنين، واللي بيرجع معظم اسبابها لسوء التخطيط والمخاطره للوصول الى منطقه الارج بدون الحصول على التدريب المناسب. في ابريل من عام 2000 بتزيد شهره المكان الخطير ده بعد الغطسه الشهيره للغواص الروسي يوري ليبسكي، واللي وثق لحظات وفاته من خلال الكاميرا اللي كان بيحملها معاه اثناء الغوص، وما كانش عنده اي فكره بان اللحظات دي هي الانفاس الاخيره في حياته، الى ان استقر به المطاف في مكان ما على عمق 115 متر. وده اللي تم تحديده في اليوم التالي بعد انتشال جثته عن طريق الغواص المصري طارق عمر، وتم تحديد العمق اللي كان عليه يوري من خلال كمبيوتر الغوص الخاص بيه. مش بس كده، ولكن اتضح ان ليبسكي كان نازل الغطسه دي في اليوم ده تحديدا باستخدام اسطوانه هواء واحده. وارجع الخبراء سبب الوفاه لعده عوامل، من اهمها هو تسمم الهواء، وده اللي بيحصل بعد 40 متر تقريبا عند التنفس من الهواء المضغوط على اعماق كبيره. والسبب الثاني وهو سكر الاعماق، ودي حاله بتنتج عند تنفس النيتروجين من الهواء المضغوط بعد تجاوز الاعماق المقرره. اما بقى السبب الثالث فهو حاله الذعر والهلع اللي حصلت ليوري، خصوصا بعد عدم قدرته على التحكم في الطفو والصعود الى السطح. رغم كل الحوادث اللي حصلت في منطقة البلو هول، إلى أن المنطقة دي بتعتبر من أشهر وأهم أماكن الغوص في مدينة دهب، وبيحرص جميع محبي رياضة الغوص على الغوص هناك في حدود التدريب المناسب. أتمنى تكون قصة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير لو عايزين تسمعوا قصص وحكايات غريبة من حول العالم. أما بقى لو حابين نعمل جزء تاني من قصة البلو هول ونوثق رحلة الغوص في المكان ده، فأنا منتظر آرائكم في التعليقات. سلام عليكم، وأشوفكم في فيديوهات وقصص غريبة كتير من حول العالم.